أنا أختكم بنت مصرية، عشت طول عمري في القاهرة وبحاول أعافر في الدنيا. حكايتي بدأت بجد قبل ما أعرف فيديوهات وبرامج قصص المستغفرين. في 2022 كنت بمر بفترة صعبة جدا في شغلي. قلت لنفسي: يا بت يا فلانة، مفيش غير سورة البقرة، اقريها كل يوم بنية إن ربنا يصلح حالك في الشغل. وبالفعل استمريت عليها 3 شهور. بس الغريب إن المشاكل ما هديتش، بالعكس دي زادت وتعقدت أكتر. المديرين بقوا يضغطوا عليا، والمشاكل بتيجي من حيث لا أحتسب، وكنت بحس بتقل غريب لأني ما كنتش بحصن نفسي بالأذكار. في الآخر سبت الشغل خالص في أواخر 2022. طبعا زعلت جدا وأهلي شالوا همي، بس ما قطعتش الرجاء في ربنا. بدأت أصلي قيام ليل وأدعي، وسبحان الله في خلال 3 شهور ربنا رزقني بشغل أحسن بكتير، مع ناس ولاد ناس ومرتب ما كنتش أحلم بيه. دي كانت أول ثمرة، بس للأسف أول ما الدنيا ضحكت لي قصرت في سورة البقرة وتوقفت. مرت الأيام وكنت زي ناس كتير غرقانة في ذنوب بنشوفها بسيطة، بس هي عند ربنا كبيرة، زي الكلام على الناس، الغيبة، وشكل الحجاب اللي مش مظبوط، ومتابعة المسلسلات اللي بتضيع الوقت، وذنوب الخلوات. في شهر يونيو 2024 فقت لنفسي وقلت لازم أتغير. رجعت لسورة البقرة بنية الستر وقضاء الديون وصلاح الحال. في يوم 30 يونيو قرأت سورة ياسين كذا مرة مع سورة البقرة، وفي اليوم ده بالصدفة شفت فيديوهات عن فضل الاستغفار بأعداد كبيرة. الفكرة دخلت قلبي فوراً لأني طالعة من بيت متدين، وأبويا ربنا يديله الصحة طول عمره ماسك سبحته وبيذكر ربنا بآلاف المرات. بدأت فوراً أجمع بين سورة البقرة والاستغفار. بدأت ب3000 ووصلت ل5000، وكنت بزود كل يوم. في شهر أغسطس والجو في مصر كان حر جدا والشمس حامية، افتكرت كلام سمعته إن الاستغفار بيجيب المطر. قلت بقلب صافي: يا رب لو كنت قبلت استغفاري نزل لنا مطر يبرد قلوبنا. كنت عارفة إننا في عز الصيف وصعب تمطر، وقلت يمكن الاستجابة تاخد وقت. لكن المفاجأة كانت تاني يوم الصبح، صحيت على صوت رعد ومطر غرق الشوارع. قعدت أعيط من الفرحة وقلت ده مطر استغفاري، ربنا سمعني. لما نزلت الشغل لقيت الناس كلها مستغربة، إيه المطر اللي في عز الصيف ده؟ وأنا ببتسم وبقول في سري ده فضل الاستغفار. من يومها حياتي اتغيرت، لبسي بقى واسع ومحتشم، بطلت مكياج تماما، وبعدت عن أي لمة فيها سيرة الناس. في سبتمبر ومن غير أي ترتيب لقيت نفسي بحجز عمرة أنا وإخواتي، حاجة ما كانتش على البال خالص. كانت رحلة ميسرة بشكل مش طبيعي، وشعرت فيها براحة نفسية عمري ما دقتها قبل كده. سميتها عمرة بريح الاستغفار. بعد ما رجعت في يناير 2025 عملت حادثة بالعربية كانت جامدة، بس سبحان الله ربنا سترها ومحدش جراله حاجة، لا أنا ولا الطرف التاني، والعربية اتصلحت بمنتهى السهولة واليسر. في نفس الشهر تعبت فجأة، ودكاترة كتير قالوا لازم عملية. كنت مرعوبة، بس فضلت أستغفر بتركيز. ربنا دلني على دكتور بروفيسور شاطر جدا، ويوم العملية استغفرت حوالي 24,000 مرة. ربنا سخر لي كل حاجة. لقيت زميلة ليا في الشغل أختها ممرضة في نفس المستشفى ووصت عليا جدا. حتى الغرفة اللي كنت فيها كانت مشتركة، بس ربنا جعلني أقعد فيها لوحدي طول ال5 أيام، وكأنها جناح خاص ليا والأختي اللي مرافقاني. حتى الدكتور كان واخد أجازة، فخلاني قاعدة في المستشفى مستمتعة بالهدوء والرعاية لحد ما رجع وخرجت بالسلامة. لما رجعت الشغل بعد الأجازة المرضية لقيت مفاجآت. مكتبي اتنقل لمكان رائع قدام شباك بيطل على جنينة، وده كان نفسي فيه من زمان. جابولي جهاز كمبيوتر جديد آخر موديل وسريع جدا. زمايلي غمروني بالحب والهدايا، وجابولي ورد وحاجات قيمة بمناسبة سلامتي. ما بقيتش أستغفر لوحدي، بقيت أشجع زمايلي وبشتري سبح إلكترونية ووزعها عليهم، وبقيت أدخل على السوشيال ميديا أحكي للناس عن فضل الاستغفار عشان يشوفوا الخير اللي شفته.
أنا دلوقتي بطلب من ربنا الثبات وبستغفر يوميا من 12 ل 30 ألف مرة. حياتي اتشقلبت 180 درجة للأحسن، بس حاليا بمر بابتلاء كبير. بابا في غيبوبة بقاله شهرين والحالة صعبة، بس قلبي مطمن لربنا ومكملة استغفار بنية شفائه وبنية إن ربنا يرزقني بالزوج الصالح اللي يعني على طاعته. نصيحتي ليكم، اوعوا تسيبوا السكة دي، يا إما استغفار ونجاة يا إما غفلة وضياع. إحنا ملناش غير ربنا.